بصوا بيحدفوني بالتلج مش عاوزين يطلعوا. نو اظن درجة الحرارة دلوقتي تحت الصفر. وصلنا لقمة البركان. صبحكم الله بالخير، رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسلامة. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. عارف اني بقالي فترة ما نزلتش فيديوهات ومقصر معاكم، ولكن راجعين ان شاء الله وراجعين وبقوة. في حاجتين كده عاوز اتكلم عنهم قبل ما نبدأ فلوج النهاردة، وهي اول حاجة الناس اللي عايزة تتابع اخباري والمدن اللي بزورها وتشوف الصور والستوريز اللي بنزلها وكده، تابعوني على الانستجرام، هتلاقوه ظاهر على الشاشة علي بدر 2020، هتلاقوني هناك دايما متواجد. تاني حاجه وهي ان بيجيلي رسائل كتيره جدا واسئله من ناس كتير جدا، فقررنا ان الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون فيديو اسئله. هجمع الاسئله بتاعتكم كلها وهجاوب عليها ان شاء الله. فاللي عنده سؤال يسيبولي تحت في الكومنتات، هجمع الاسئله دي كلها احاول اجاوب عليها على قد ما اقدر. ولكن الناس اللي هي هتسال عن فيزا الدراسه، فيزا السياحه، عن الإقامة هنا في المكسيك والحاجات اللي بتخص السفر كلها للمكسيك، قبل ما تسألنا أي سؤال عشان بتجيلي أسئلة كتيرة جدا متكررة، هتخش على قناتي، تضغط تحت على علي بدر، تخش هتنزل تحت في القناة خالص، هتلاقي في قائمة فيديوهات كده مكونة من 13 فيديو. القائمة دي اسمها الهجرة للمكسيك. ال 13 فيديو دول يا جماعة اتكلمت فيهم عن حاجات كتيرة جدا في المكسيك وهتفيدكم جدا لو اتفرجتوا عليها. فقبل ما تسألني أي سؤال عن السفر للمكسيك، خش اتفرج على الفيديوهات دي وافهم اللي فيها، عشان في ناس كتير بتخش تسالني اسافر المكسيك ازاي، طب اسافر فيزا دراسه ازاي، طب الزواج، طب الاقامه في المكسيك. كل الكلام ده يا جماعه انا شرحته واتكلمت عنه قبل كده في الفيديوهات، في ال 13 فيديو دول بالتفصيل. معلومات كتيره جدا اتكلمت عنها، فخشوا اتفرجوا على الفيديوهات دي واستفيدوا منها وافهموا اللي فيها، وبعد كده انا تحت امركم في اي حاجه، اللي محتاج يسالني في اي حاجه هرد عليه. قبل ما نبدا فلوج النهارده، حابب اشكر جدا لكل الناس اللي بتدعمني، الناس اللي بتعمل لايكات، الناس اللي بتعمل شير للفيديوهات بتاعتي، وحابب اشكر كل الناس اللي سالت عليا في الرسائل، دخلت سالت عليا انت فين، انت مختفي، انت ما بتظهرش ليه، انت ما بتعملش فلوجات ليه. شاكر لكم جدا اني راجع. والنهارده فلوج النهارده مميز جدا، واول فيديو يكون على القناه يكون بالشكل ده، وهو ان احنا هنروح. شايفين البركان اللي هناك ده؟ شايفين الجبل اللي هناك ده كله تلج وشكله ابيض؟ واحنا نطلع البركان ده النهارده في عز التلج. اعتقد ان درجه الحراره هناك ممكن توصل -8 او -10 تحت الصفر. النهارده فيديو هيكون مميز جدا، ناخدكم في التلج في جوله كده في البركان ده لحد ما نطلع لفوق ان شاء الله. المنظر من فوق خرافه، فخليكم متابعين الفيديو لحد اخره. يلا بينا. وصلنا البركان دلوقتي يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده الجو من كله من ورانا تلج كده. هنطلع لحد فوق، ركبنا عربيه كده طلعتنا حوالي 40 دقيقه، ولكن لسه ما وصلناش للقمه. هنمشي حوالي 40 دقيقه لحد ما نوصل للقمه من فوق، فخليكم متابعين معانا الفيديو ده. معانا الناس دول حبايبنا، جاكي واخوها ومراته، معانا تشمه، طالعين لفوق وكله متقل والدنيا ساقعه جدا، ف يلا بينا. على فكره انا طلعت البركان ده قبل كده، طلعت البركان ده قبل كده من حوالي 5 شهور في شهر ابريل. فيديو هتلاقيه موجود على القناه، ولكن ما كانش فيه تلج كده بالشكل ده، لكن احنا طالعين النهارده مخصوص عشان خاطر التلج. والبركان ده يا جماعه بركان خامد بقاله سنين كتيره جدا ميت. اعذروني مش قادر اتكلم، الموضوع صعب هنا في الكلام وكده، وفي عيون ميه وكده. في الصيف، في الفيديو اللي انا طلعت فيه قبل كده كان في الصيف، بتلاقي ميه والجبال كلها عاديه ما فيهاش تلج، لكن دلوقتي اللي احنا في الشتاء، ف بسبب الارتفاع البركان ده فكله من فوق بتلاقي تلج. هحط لكم صوره هنا كده تظهر على الشاشه، صوره متصوره من طياره. البركان شكله روعه،
من فوق بالتلج، فالناس كلها بتطلع مخصوص عشان خاطر التلج ده. بصوا يا جماعه، انا هشاهدكم دلوقتي على جاكي عاوزه تتحداني وتحدفني بالتلج. بصوا ايديها هي اللي بدأت، وانا قلت لها ما تهزريش مع العرب Les estás diciendo que vamos a hacer guerritas. عشان هم واخدين فكره عننا هنا ان احنا ارهابيين، وانا بقول لها ما تهزريش معانا عشان ايه هتندمي. فانا حذرتها وهي حره بقى. شايفين التلج عامل ازاي؟ Play with the small. انتشم تعب اهو وقعد مش قادر. منظر صراحة يستحق. بصوا الناس عمالين يحدفوا بعض بالتلج فوق، لسه قدامنا شوية حلوين كمان. فونوس دي فواهة البركان من فوق، شايفين كده. هناك هنا المية دي، وهنا برضو في مية اهيت، ولكن دلوقتي بيتجمع في الجزء اللي هو زي في الجزء اللي هو فواهة البركان ده بيتجمع مية بس. معانا علم مصر، طلعنا لحد فوق، واتمنى ان شاء الله ان احنا نوصل قبل 2019 نوصل 20,000 على القناه. محتاج دعم اكتر، شير اكتر، ولايكات اكتر. ومتشكر جدا على كل الناس اللي بتدعمني وكل الناس اللي بتبعت لي رسائل. طلعنا دلوقتي يا جماعه زي ما انتم شايفين كده ورانا، دي فوهات البركان، ولكن احنا هنطلع فوق اكتر عشان نكشف المنظر من فوق. الفوهات دي كلها من فوق، فهنطلع انا وتشمة وجاكي، ولكن الاثنين التانيين اللي هم معانا دول مش هيطلعوا. هم عاوزين ينزلوا تحت عاوزين ينزلوا تحت للعيون دي يشوفوها. احنا انا حابب اطلع من فوق اكشف المنظر من فوق اكتر، فانا حاسس ان المنظر من فوق هيكون روعة جدا. ف يلا بقى نطلع لفوق اكتر. بصوا بيحدفوني بالتلج مش عاوزين يطلعوا. نو كيبوا ميرا بيحدفوني بالتلج الاوغاد. نو جاكي con los piedras, ok. Vámonos. برغم المجهود اللي انا مواجهه، الجو بقى ساقع جدا. اظن درجة الحرارة دلوقتي تحت الصفر. الجو حواليا تلج مع الصخور دي. المفروض ان احنا هنطلع لحد فوق ويبقى كده وصلنا. مكملين يلا بينا. وصلت المرحلة دلوقتي مش قادر اخد نفسي، الاكسجين بقى قليل جدا جدا. جاكي وصاحبي تشمة ما يقدروش يكملوا، فضلوا تحت. ولكن لما بتوصل لمرحلة ان انت خلاص ما بقيتش قادر تكمل، بتقول خلاص مش قادر،
لازم ارجع. لو كملت تحس بعد كده باحساس جميل جدا، وبتحس ان انت حققت حاجه في حياتك، وده بيساعدك وبيحمسك في اي حاجه في حياتك بعد كده بتيجي تعملها، ان انت بتقول فعلا انا لما طلعت الجبل ده وحققت وصلت لحد النهايه والناس كلها فضلت تحت وانا الوحيد اللي حققت الانجاز ده وطلعت لحد فوق، بتحس بانجاز في حياتك وحاجه جميله جدا بتفتخر بيها بعد كده. فدايما اكسر الخوف اللي جواك، ما تخافش، واعرف دايما انك هتوصل وهتحقق اللي انت عاوزه. يلا بينا مكملين لحد فوق. وصلنا لقمة البركان. شوفوا بس المنظر كده عشان تعرفوا ان صراحة، عشان تعرفوا ان المنظر يستحق المجهود ده كله. صراحة المنظر روعة، مش عاوز انزل. من الحاجات القليلة اللي انا حققتها في حياتي. طلعت قبل كده جبل موسى في مصر، طلعته مرتين قبل كده وكان صعب، ولكن اول مرة اطلع هنا في بركان تاني مرة، ولكن طلعت البركان ده قبل كده وصورت فيه، ولكن المرة دي الجو تحت الصفر، موجودين في الشتاء، الجبال تلج من حوالينا، فالجو ساقع جدا جدا، ولكن انا مبسوط جدا ان انا حققت حاجه زي دي. وطلعت هنا في المكسيك في مدينه تولوكا، البركان ده اسمه النيفادو دي تولوكا، فانا مبسوط جدا. صراحه المنظر روعه، ويستحق صراحه ان انت تتعب عشانه وتوصل للمرحله دي. انتوا شايفين السحب بقت قريبه مننا جدا، والتلج من حوالينا والجبال، مش قادر اوصف المكان صراحة، ولكن المكان روعة وممتع جدا جدا جدا. طلعنا يا جماعة دلوقتي موجودين فوق البركان، وقابلنا الناس الطيبة دي، طلعت ووصلت معانا لحد فوق برضو. مرحبا. اوكي. Dice algo para mi amigos en YouTube, para los árabes. Pues un poquito de México, un país hermoso, con paisajes hermosos, una diversidad enorme, con una gente que ama recibir a todo el mundo y con Sí. una costumbre y una cultura muy rica. Bienvenidos a México con los brazos abiertos. Saludos. Sí, gracias. الاكل هنا يا جماعه جميل جدا جدا جدا. المكسيك في كل مدينه هتزورها هنا هتشوف طقس مختلف، هتشوف اماكن مختلفه وثقافه مختلفه هنا في المكسيك. فدايما ما تسمعش الاعلام والحاجات اللي بيقولوها على المكسيك، فدايما لازم تسافر وتشوف بعينيك الحاجات عاوز تصدقها او عاوز تعرف عنها، لان في حاجات كتيره في الاعلام بيقولها وما بتكونش حقيقيه. يعني مثلا المكسيكيين هنا مفكرين عندنا في مصر ان احنا ارهابيين وكده، ولكن ده مش حقيقه. واحنا مفكرين عن المكسيكيين ان هنا المكسيك عصابات وكده، في موجود، ولكن في امان برضو هنا في المكسيك. والمكسيك جميله، من البلاد اللي لازم تزورها لو مره واحده في حياتك. ان شاء الله اوعدكم بفلوجات افضل واحسن في كل مره، واوريكم حاجات جديده في كل فلوج ان شاء الله. وما تنسوش تكتبوا لي اسئلتكم، عشان الفلوج الجاي هيكون فلوج اسئله ان شاء الله. سيبوا لي اسئلتكم تحت في الكومنتات، هجاوب على كل الاسئله على قد ما اقدر. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتشيروا الفيديو لاصحابكم هم كمان. اديوس اميجوس.